بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من ربيع النبوة، نعيش فيها مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللحظات التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن تتنزل علينا رحماته بذكر المصطفى الحبيب المجتبى خاتم الأنبيين والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له من الولد 4 بنات، وكان له عدة صبيان ذكور ماتوا وهم صغار. أما البنت الكبرى فكان اسمها زينب، وفي التاريخ يسمونها بزينب الكبرى لأن زينب اسم كثير من البنات. وزينب تزوجت وأنجبت أمامة، وأمامة هذه عاشت وتزوجت ولم تنجب، وقيل إنها أنجبت طفلا فمات صغيرا ابن شهرين. وأمامة كانت تلعب فوق ظهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصلي، فكان يطيل السجود حتى تأخذ فرصتها في اللعب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان يفعل الحسن والحسين أبناء فاطمة. إذن فزينب لم تنجب غير هذا، وإنما أنجبت أمامة، وأمامة ماتت بعد ذلك. زينب ماتت في حياة النبي. رقية لم تنجب، تزوجت عثمان لكنها لم تنجب وماتت في حياة النبي. أم كلثوم لم تنجب وماتت في حياة النبي. إذن فالنبي يرى أبناءه وهن يموت أمامه عليه الصلاة والسلام. وبالرغم من ذلك يقول: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ويقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. كيف هذا والكتب التي سبقت حرفت وترجمت وأخفاها بعض الأحبار أو الكهان أو الرهبان أو كذا إلى آخره، وأبدوا بعضها. فمن أين هذه الثقة للنبي؟ إنه ليس من عند نفسه، وإنه لا يتكلم بلسان حاله، وإلا فهو لا يعرف الغيب في ذاته، وإنما الله هو الذي يعلمه، والله هو الذي يفعل، والله هو الذي يملك، والله هو الذي يؤيده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظه الله. لم يكن في وسع النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم أن يحفظ نسله ولا أن يحفظ كتابه. الذي فعل هذا هو الله. ولذلك نرى أن الله قد أمات زينب الكبرى ورقية وأم كلثوم، وأمات أمامة من غير نسل، ولم تبق إلا السيدة فاطمة أنجبت 4: الحسن والحسين ومحسن. محسن مات صغيرا، والسيدة زينب 3 فقط لا غير: الحسن والحسين وزينب. بقي الحسن وعاش وأنجب عدة من الناس، وبقي الحسين وعاش وأنجب مجموعة من الأولاد، وبقي السيدة زينب وعاشت وأنجبت مجموعة من الأولاد. وللأسف كل هؤلاء الأبناء ماتوا في كربلاء. الحسن لم يتبقى من ذريته إلا 2 فقط: عبد الله، إلا 2: الحسن المثنى وزيد الأبلج، فقط لا غير. إذن فنسل الحسن كاد أن ينقرض. من الذي أبقى الحسن المثنى؟ ومن الذي أبقى زيد الأبلج؟ الله. فالله يؤيد نبيه.
إذن فنحن أمام شخص عظيم صلى الله عليه وسلم، مؤيد من عند ربه، لا حول له ولا قوة في أن يحفظ النسل ويبارك فيه إلى أن يصيروا بالملايين من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا. من الذي جعل شخص واحد وهي السيدة فاطمة عليها السلام، وكان البخاري كلما يذكرها في صحيحه يقول فاطمة عليها السلام، أن ينتشر من هذه البلاد البعيدة من طنجة إلى جاكرتا في أندونيسيا، ومن غانا في إفريقيا إلى فرغانا في آسيا؟ من الذي نشر أهل البيت الكرام في العالم كله وأصبح في كل مكان بالملايين وليس بالآلاف؟ من الذي فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. الحسن خلف الحسن المثنى وزيد الأبلج. الحسين كل أبنائه ماتوا إلا علي زين العابدين. نريد أن نتعرف على أهل البيت الكرام من هؤلاء الثلاثة. الحسن خلف الحسن المثنى، يعني الحسن بن الحسن وعبد الله وزيد الأبلج، والحسين خلف علي زين العابدين. 3 هم دول أهل البيت الكرام، أولاد الحسن والحسين. أولاد الحسن كنا نسميهم السادة، وأولاد الحسين نسميهم الأشراف، لكن كل نقابة الأشراف في مصر مثلا أو في الشام أو كذا أبناء الحسن وأبناء الحسين وأبناء السيدة أيضا زينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء لا بد علينا أن نراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بحبهم، بالتقرب إليهم، بمعرفتهم. احفظ هذه الثلاثة. الحسن والحسين خلفوا 3 أولاد. الحسين خلف علي زين العابدين، والحسن خلف زيد الأبلج، وخلف الحسن المثنى. ومن ال3 دول هنرى بعد ذلك كيف انتشر النسل الكريم. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.